الطاقة المالية والعملية عندك يا برج الثور فيها نوع شوية كده من الركود الفترة دي شوية. على فكرة لو عندك فلوس أو عندك على فكرة ارتياح مادي، فأنا بشوف شوية يا برج الثور إنك أنت على قد ما تقدر يعني كده إيه الأمور برضو مش ماشية تمام، أو الأمور برضو مش ماشية بنسبة كبيرة كويسة. أنا اشتقت لكم أكيد كتير. في حتى لو عندك فلوس يا برج الثور باشوف إن الفلوس اللي بتيجي لك دي شوية باشوف إن هي بتتصرف في حاجة كده يعني ما لهاش أي 30 لازمة، أو بتحس كده إن الفلوس بتيجي وبتروح كده من غير ما أنت تحس. في حاجة من كده يا برج الثور، كل اللي يدخل معانا اللايف يا جماعة أو يشوف الفيديو يعمل لايك أو يضغط مرتين على الشاشة عشان تعمل لايك عشان الفيديو يثبت على المنصة. فيا برج الثور أنا باشوف على فكرة إن الأوضاع المادية عندك والمالية فيها طاقة هدوء الفترة دي شوية. شوف برضه على فكرة هنا إنك أنت برضه لو مستني ترقية، مستني علاوة، مستني عمل أو مستني شغل أو مستني إنك سفر أو ورق مثلا قانوني شوية يا برج الثور، ممكن للأسف يتأخر شوية، أو ممكن للأسف يا برج الثور يبقى في عندك طاقة كده ضغوطات حبتين الفترة دي. برضه في عندك على فكرة عرضين بيتعرضوا عليك، وفي على فكرة حاجات انت بتتعرض لها، الحاجات دي على فكرة بتبقى خير قوي. في مبلغ مالي على فكرة، في رقم 2 ممكن يجيلك، ممكن 2000، ممكن 20، ممكن 200، في رقم فيه 2 بشوف ان هو بيجيلك يا برج الثور خلال الشهر. بشوف برضو هنا كمان يا برج الثور انك انت عندك على فكرة حد بتطلعه من حياتك وحد بتكتشفه من حياتك في العمل، فخلي بالك يا برج الثور من الشيء ده، لان في شخص انت بتكتشفه، في شخص على فكرة خاين او شخص كان بينقل عنك معلومات او بيحسدك ويبص في حياتك. انا بشوف انك انت من حياتك بنسبة كبيرة يا برج الثور وما بتبصش عليه وما بترجعلوش مرة تانية. شوفك انك انت بقى كده ايه بتهدى منه من الشخص ده وما بتفكرش تاني فيه نهائي ولا حتى بتكلمه مرة تانية. فبشوف يا برج الثور انك انت بتعمل الجزئية دي وانك انت بتعمل الشيء ده قوي في الوقت الحالي في العمل والماديات. برضو انا بشوفك هنا يا برج الثور شوية، انا بشوفك انك انت بيبقى عندك كده رغبة من الانعزال. تشوف برضو كده للأسف بتخش في طاقة كده من الاكتئاب او طاقة كده بنسبة كبيرة من العزلة، انك انت مش عايز تشوف حد، مش عايز تكلم حد، عايز دايما كده يبقى عندك نسبة كبيرة من الطاقة كده أو الارتياح بنسبة كبيرة. فأنا بشوفك يا برج الثور إنك أنت عندك طاقة التفكير ده، عندك طاقة التفكير ده في الوقت الحالي، إنك أنت ما أنتش عايز تكلم حد ولا عايز تقابل حد بنسبة كبيرة في الوقت الحالي. عايز زي تقعد كده لوحدك، تركز على مستقبلك وتركز على حياتك وبيتك وأسرتك وعيلتك، وما تشغلش دماغك بأي شخص يضايقك ولا أي شخص على فكرة يوجع دماغك يا برج الثور. برضو هنا كمان انا بشوف انك في ورقة هنا مستنيها، انا بشوف ان الورقة دي شوية ممكن تكون بتتأخر، او الورقة دي مش بشوف على فكرة ان هي بتجيلك شوية بسهولة يا برج الثور. بشوف ان الورقة دي شوية بتتأخر، او الورقة دي برضو كده ايه بتقعد تغلبك حبتين، يعني دي حاجة واضحة وظاهرة معايا في الوقت الحالي يا برج الثور. طب على بقى الصعيد الناس اللي هي بتدور على شغل، انا بشوف شويه برضو ان الشغل ده بيتاخر، او الشغل ده ممكن تكونوا يعني بتقعدوا فتره كده عبال ما تلاقوه شويه، دي حاجه واضحه وظاهره معايا في الوقت الحالي. طب ناخد بقى في الوقت الحالي كده الطاقه العاطفيه لكل مواليد برج الثور. الطاقه العاطفيه لكل مواليد برج الثور. الابراج بالترتيب. طب يا برج الثور ده انت متراقب، انت متراقب من هنا لحد الصبح، انت عندك طاقة مراقبة عالية قوي في الوقت الحالي. في هنا طاقة مراقبة، في هنا انا بشوفك يا برج الثور كده عندك طاقة مراقبة بنسبة كبيرة قوي. يا انت اللي بتراقب يا حد اللي بيراقبك قوي، او انت مترقب حد، مترقب اشارة، مترقب رجوع، مترقب صلح. برضه طاقتك برضه العاطفيه هنا انا بشوف ان هي خلال الشهر بتبقى متغيره قوي. في على فكره ناس كتيره الفتره دي برضه بشوف ان هي على قد ما بتقدر بتحاول ان يعني عندك حاجات كده معقده في الوقت الحالي برضه بنسبه كبيره. في برضه هنا ناس كتيره بتضايقك، ناس كتيره بتستفزك، عندك كمان كوابيس، فخلي بالك من النقطه دي برضه. غير برضه هنا كمان انا بشوفك انك طاقتك برضه بتتغير من الاوحش لاحسن خلال الفتره اللي جايه.
أنت بتبدأ خلال الشهر ده برج الثور تدوّر على نَفْسك حبّتين، تبدأ إنّك تهتم بطاقتك، تبدأ إنّك تهتم بنَفْسك، تهتم بأسلوبك، بشكلك الخارجي، بتبدأ برضه على فكرة هنا إنّك أنت تحلو أكتر ما أنتم طبعًا حالين، تشوفك برضه هنا كمان يا برج الثور بتبدأ تركّز على أهدافك المهنية أكتر، وتترك العاطفة شوية. لان اللي ظاهر معايا هنا انك انت عايز تبني نفسك بنفسك، مش عايز حد يضايقك ولا حد يعصبك ولا حد على فكره ان هو يحاول كده ان هو يستفزك او يضايقك بنسبه كبيره. انا بشوفك في الوقت الحالي على قد ما تقدر يعني انك انتوا عندكم يعني حاجه كده بنسبه كبيره من الطاقه كده انكم عايزين تركزوا على الاهداف بتاعتكم بنسبه كبيره. شوف انكم عندكم الجزئيه دي وعندكم الشيء ده قوي في الوقت الحالي يا برج الثور. برضه هنا كمان انا بشوفك انك انت ندمان على انك انت عملت على فكره حاجات للناس او اديت على فكره طاقه كده لحد او خليت كده يعني عندك كده عملت حد كويس وهو ظلمك او عملت حد كده كويس وهو ضايقك. فانت ندمان في الوقت الحالي يا برج الثور على تعامل اتعاملته مع حد او طريقه اتعاملت بيها مع حد. فانت في الوقت الحالي بتبدا بقى انك تلملم نفسك كده وانك انت في الوقت الحالي تبدا تركز مع نفسك. وبرضه عايزك هنا يا برج الثور انك انت تبقى يعني عندك كده طاقه بنسبه كبيره من انك انت ما تعرفش حاجه عنك لاي حد مهما كان، قريب غريب حبيب صديق صاحبك. حاول انك ما تبينش اي حاجه عنك غير للناس اللي انت بتثق فيها وبس. لان اللي ظاهر معايا في حد ممكن على فكره ياخد الكلام ده ضدك اللي انت بتحكيه. فممكن مثلا يقول لا ده انت حكيت لي، لا يعني لا قدر الله ممكن تتخانقوا مع بعض، فيقول لك مثلا لا انت مش عندك وعندك وقلت لي كذا وكذا 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 وكذا. ممكن يروح يضايقك يا برج الثور. فحاول إن على قد ما تقدر يبقى عندك كده طاقة تحكم شوية في اللي انت بتقوله، تفكر في كل كلمة انت بتقولها. غير كده كمان برضو في ناس على فكرة عندها طاقة جذب، وبرضو ناس عندها طاقة أسحار. أنا بشوفكم على فكرة برضو أو حسد شديد. حاولوا إنكم تحصنوا نفسكم على قد ما تقدروا لأن في طاقة حسد شديدة ليكم يا برج الثور. في على فكرة طاقة أسحار زي ما قلت لكم للبعض، في طاقة حسد شديدة الفترة دي. فحاولوا إنكم يعني كده إيه يعني تحصنوا نفسكم بنسبة كبيرة. ناخد بقى الطاقة الصحية بتاعة برج الثور. الطاقة الصحية لبرج الثور، لايك وشير، اضغط مرتين كده على الشاشة عشان الفيديو يثبت على المنصة، أو اعمل لايك. طيب مبدئيا كده الطاقة الصحية لبرج الثور، أنا بشوفك على فكرة إنك أنت برضو يا برج الثور يعني كتر الصبر بتاعك ده هيوديك في داهية شوية. قلة كلامك وقلة صبر يعني وقلة انفعالاتك يعني ماشي مش بقول لك انفعال، لكن كتر الصبر بتاعك ده على فكرة يا برج الثور أنا بشوف على فكرة إن هو هيندمك على حاجات كتيرة قوي. في فرص بتضيع منك بتندم عليها بسبب إنك معتقد برضو شوية يا برج الثور إن هيجي أحسن. لا، هو أي فرصة تجيلك حاول إنك تغتنمها على قد ما تقدر، بلاش إنك تضيع أي فرصة من إيديك. غير كده كمان يا برج الثور في ناس بتحاول إن هي تضايقك، بتحاول إن هي تهزك، أنت بتصبر عليهم زيادة عن اللزوم. لا، هما الناس دي ما تستحقش الصبر. الناس دي تستحق إنك تضايقهم زي ما هما بيضايقوك أو زي ما هما بيعاملوك معاملة أنت ما تستاهلهاش منهم. حاول على قد ما تقدر إنك تضايقهم زي ما هما بيضايقوك، لأن كل ده على فكرة أنت اللي بتتأثر بيه نفسيا وبدنيا وجسمانيا. كل ده على فكرة أنت بتتأثر بيه وبتتعب يا برج الثور بعد كده، وللأسف مفيش حد بيحس بيك. برضو الفترة دي أنا بشوف على فكرة إنك أنت عندك تطور في وضعك الصحي شوية للأحسن مش للأوحش. بس كل ما هتداري يا برج الثور كل ما هتتعب، كل ما هتتجاهل كل ما هتتعب. لأن أنت مش بتتجاهل وتنسى، لا أنت بتتجاهل وتخزن في عقلك. فلما يجي حاجة مثلا تحصل في حاجة ورا حاجة ورا حاجة هتخلي يتجمع عندك مشاكل، هتخلي يتجمع عندك طاقة مش حلوة. فكل ده هيأذيك أنت يا برج الثور ومش هيعمل مصلحتك نهائي. فانت بتأذي نفسك يا برج الثور كل ما بتعمل كده صحيا. فحاول على قد ما تقدر انك انت اي حد يضايقك ضايقه، اي حد يعصبك عصبه انت كمان، حتى لو هو غالي عليك. بس لان انت لو عصبته مره ولو ضايقته مره هو عمره ما يعمل معاك حاجه وحشه بعد كده. فحاول يا
الثور انك ما تجيش على نفسك على حساب ناس او على حساب حد. فدي نصيحتي لبرج الثور.